هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا في مجال الجودة، بتلخبط ناس كتير، وهو الفرق بين ال Critical Process Parameter وال Critical Quality Attributes. الفرق بين عوامل العملية الحرجة CPP وسمات الجودة الحرجة CQA. المقصود بال Critical Process Parameter دي البارامتر أو العوامل الحرجة اللي هتأثر على البروسيس أو العملية بتاعتي، زي مثلا تايم أو الوقت أو درجة الحرارة أو سرعة المكنة أو سرعة القلاب أو الرطوبة. مثلا لو عامل من العوامل دي حصل فيه تغيير ممكن يأثر على التجانس بتاع المنتج أو الهوموجينيتي بتاعة المادة. ممكن سرعة القلاب مثلا أو غيره تأثر على الذوبان وممكن تخلي المنتج يكلكع مني. يبقى هنا أنا بتكلم عن جودة المنتج أو جودة العملية الإنتاجية. لكن ال Critical Quality Attributes دي المواصفات أو السمات أو صفات المنتج أو ال Specs أو ال Limits معينة للمنتج، لو ما اتحققتش عندي هتأثر على صحة المريض وجودة المنتج بعد العملية الإنتاجية، زي مثلا نسبة تركيز المادة الفعالة أو الأساي أو معدل الذوبان أو معدل الإتاحة في الجسم، زي الديسنتجريشن والديسوليوشن. ومن الكلام ده بنعرف إن المفهومين عندي مرتبطين ببعض، يعني في علاقة بين ال Critical Process Parameter وال Critical Quality Attributes. يعني مثلا عندي ال Speed Time، ال Granulation Time، ال Moisture Content أو الرطوبة، دول بعتبرهم Critical Process Parameter. لو فيهم مشكلة هيأثروا على صفات المنتج في الاختبارات بتاعته، زي ال Dissolution وال Disintegration، ودول بعتبرهم Critical Quality Attributes. بالتالي احنا بنتكلم عن صناعة أو عملية متكاملة، لازم أتأكد فيها من كفاءة كل خطوة عشان في النهاية أقدر أضمن جودة المنتج وفعاليته، وأقدر أضمن درجة السلامة والأمان من المنتج بتاعي.